السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كيف لقيتم بعد هاد الفاجعة اللي وقعت؟ اللي ماتوا الله يرحمهم، ندعو معهم ان شاء الله بالرحمة والمغفرة، والله يتقبلهم عنده شهداء ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وتكون وليداتكم كذلك بخير وعلى خير. صراحة يعني هادشي اللي وقع كيضر في الخاطر وكيضر كيضر في القلب. ماتوا الناس كتار بزاف بزاف بزاف، يعني في النواحي ديال مراكش بزاف. احنا ساكنين في المدينة، ولكن المدينة ماشي بزاف، يعني قليل، يعني كاينين حالات قليلة، ولكن كان بزاف ديال الموتى في النواحي ديال مراكش. من بينهم هذا اللي يعني مصور لكم هنا، اللي هو الدوار ديال الجدة ديالي. لا اله الا الله، يعني كيف ما كتشوفوا الصور ولا غير بقايا ديال التراب وديال الحجار وديال العواد. يعني لا اله الا الله. الحمد لله، يعني ما كانوش فيه بزاف ديال الوفيات، كانوا 7 ديال الناس، الله يرحمهم ويتولاهم برحمته يا ربي. والباقي يعني ما بقاش عنده السكن، يعني كلشي. هذه البنات الدار ديال الجدة ديالي والجدة ديالي. لا اله الا الله، يعني ولات حتى هي كومة من القش، كيف ما كتشوفوا الحجر والتراب. اي والله يدير لي فيها الخير البنات. صراحه الدار فاش دوزنا الطفوله ديالنا بزاف، كنا تنمشيو عند الجده ديالنا، يعني كندوزو عندها 3 شهور الصيف كامله. شحال جرينا في هذا الدار وشحال لعبنا، يعني صراحه في هاد البيوت وهذا الشيء شحال ناسنا. آه، لا اله الا الله. هادشي اللي يقول الانسان ما يدوم حال. اللهم لك الحمد، الحمد لله على لطف الله. صراحه ولات كلها يعني خطر، كتشكل خطر. مبقاتش، يعني في الاصل هي مبنيه غير من الطين، ودابا مع الزنزال صافي راه يعني كملات. كيف ما تشوفوا صافي، يعني راه واخا كانت مبنيه من الطين، ولكن كانت يعني متصه وتنمشيو ليها وهكذا. ولكن هذا بالنسبه ثاني البنات، هنا هذا المسجد ديال الدوار كيف ما تشوفوا، والبقايا ديال المسجد اللي كان الجد ديالي الله يرحمه. انا الجد والجده ديالي ماتوا قبال من الزنزال. غير بالنسبه للمسجد كان هو يعني فين كان خدام الجد ديالي، يعني كان هو الفقيه ديال الجامع، يعني دوز فيه سنين حياته في هذا المسجد، كبر فيه وليداته وكبرهم. يعني تما كان هذيك هي الخدمه ديالو، انه كان الفقيه ديال هذا الجامع، اللي حتى هو يعني راب ما بقى فيه والو. المهم تقريبا البنات الدور كله ما بقاش، يعني الدور كله الناس صافي ما باقيش تحت، ما بقى عنده يعني شي سكن اللي هو صالح. كلشي كلا العصا. كيف ما كتعرفوا الدوار ديال الجده ديالي راه في امكدال، ايجوكاك بالضبط، في ايجوكاك. ما بقى فيه والو البنات، يعني كله طاح. بالنسبه كيف ما قلت لكم الوفيات، ماتوا 7 ديال الناس. مات واحد 2 ديال البنيتات، خرجت الام ديالهم والاب ديالهم، يعني هما طاح عليهم السقف صغارين. المهم نقولوش عندهم شي 4 سنين هكذاك، 3 سنين. المهم هذه الدار ديال الخال ديالي، خالي، كيف ما شفتوا حتى هي راه صافي كلها، يعني الله بناها تقريبا شي عامين هذه. ها هي يعني حتى هي ما بقى فيها الصراحه والو، يعني كلها كاع السواري ديالها كلاو العصا وطاحوا. ومن لهيها كاينه الدار ديال الجار ديالهم حتى هي. ايوا هذا ما كان البنات. الحمد لله، الحمد لله. هادشي اللي يقول الانسان الحمد لله على كل حال. هذه الكوزينه كنا تنطيبوا فيها صراحه لان تنمشيو هكا في الصيف، نخيموا هنا من عند الخال ديالي في هذا الدار. كيف ما قلت لكم، يعني راه كلها كلات العصا صافي، النص تاعها طاح والنص الاخر كله مدكدك. ايوا المهم البنات، انا لله وانا اليه راجعون. الله يرحم يعني كاع الناس اللي ماتوا، والله يصبر الاهالي ديالهم، والله يرزقهم يعني الصبر. ويعني الصراحه المغاربه بينوا على يعني التضامن ديالهم والتلاحم ديالهم، انهم جسد واحد، ان المغاربه كلهم جسد واحد. الحمد لله. كيف ما شفنا مبادرات كبيره في جميع ربوع المملكه، من طنجة للقويره
الحمد لله كان التضامن، يعني صراحة إنه شيء يثلج الصدر. الحمد لله، وكنفتخروا أننا مغاربة وكنبغيو بلادنا، والله يحفظ بلادنا ويحميها ونصر سيدنا. الحمد لله والشكر لله على هذه البلاد. الحمد لله، يعني باقي الخير البنات، باقي الخير. كيف ما شفتوا الناس اللي ما عاون بالقليل عاون بالكثير، اللي عنده شي حاجة عاون بيها. اي باش نعاونوا هاد الناس اللي يعني تضرروا بزاف وبقاو بلا مساكن. يعني ما كنعرفوا دابا حنا على ابواب فصل الشتاء، يعني راه الصراحه الجبال يعني القرى اللي في الجبال كلها تتعاني في البرد بزاف. يعني هادشي غير في الظروف العاديه اللي كان قبل من الزلزال، ما بالكم الان يعني في هاد الظروف اللي ما بقاش عندهم المسكن ديالهم اللي غادي يقويهم يعني ويحميهم من البرد القارس يعني والشتاء لا اله الا الله. هادشي اللي غادي نقولوا ان شاء الله يتمناهم الله يكون الخير ويكون حل لهاد الناس اللي متضررين هكذا. ملي كنشوف صراحة يعني هادشي تيألم في القلب. كيما شفتوا هذا الدوار ديال الدوار اللي قلت لكم ديال الجدة ديالي، يعني الفيديو كامل داير على الدوار ديال الجدود ديالي، الجدة والجد ديالي الله يرحمهم ويوسع عليهم يا ربي. كيف ما قلت لكم هما راه ما ماتوش في الزلزال، هما ديجا كانوا ماتوا مخنوقين بجوج في الدار ديالهم. الله يرحمهم يا ربي ويوسع عليهم. ايوا بقات الدويره ديالهم وحداهم بنا الخال ديالي تا هو الدويره ديالو. المهم هما اللي طاحوا تا هما، يعني لا الدار ديال الجده ديالي ولا ديال الخال ديالي كلهم طاحوا. والخال ديالي الله يعوضه ويا ربي. صراحه حتى الزوجه ديالو راه من هذا الدوار، الزوجه ديال الخال ديالي، هذه الام ديالها اللي كتشوفوا. حتى يعني مرت خالي عائلة باها ماتوا في الدور الاخرين كاملين، اغلبيه عائله الاب ديالها مات. عمه ديالها هنا قريبه لهذا الدوار ماتوا، يعني كاع عائله باها تقريبا قالت لك كلشي ماتوا في واحد الدوار. كاين من فوق هذا الدوار ديال جده اللي هو سميتو امكدال. كيف ما كتشوفوا هانتوما ما بقاتش البنات شي حاجه اللي يعني صالحه للسكن ولا هادشي كلشي ولا غير تراب. في الاصل هما يعني الدواوير كلهم مبنيين بالتراب، يعني داك البناء القديم. ذلك يعني غير جا الزلزال صافي طاحوا، يعني ما صابرينش. ديجا شحال من عام هما كاينين. ايوا هذا مكان الله يدير لي فيها الخير، الله يدير تاويل ديال الخير. كنشكركم بزاف وكنقول لكم بسلامه، خليت لكم الراحه وفي دمتم في رعايه الله وحفظه. الى الفيديو المقبل. هذا البنات هانتوما، هذا هنا يعني الوسط ديال الدوار، وهذا هو المسجد السمعه ديالو اللي كتشوفوا. ايوا هادشي اللي كاين البنات، الله يدير لي فيها الخير. كيف ما قلت لكم هذا المسجد راه هو اللي يعني كان عايش، يعني كان خدام فيه الجد ديالي باش كبر خوالاتي وخوالي. الحمد لله والشكر لله على ما لله ما اعطى ولله ما اخذ. خليت لكم الراحه البنات، الى فيديو مقبل باذن الله. السلام عليكم.